فقدت قيمتها ولا احنا اللي مش عارفين قيمتها؟ اذا كان البني ادم فقد قيمته مش عايز الجنيه يفقد قيمته. اذا كان البني ادم فقد قيمته مش عايز الجنيه يفقد قيمته. طبعا الفلوس فقدت قيمتها، لان بقول لحضرتك سنه 74 75 ال 16 جنيه اللي كان بياخدهم الموظف بيجيب سلع وخدمات اكتر من اللي بياخدها النهارده الموظف اللي بياخد 500 جنيه او 600 جنيه. يبقى الفلوس فقدت قيمتها. اول سطر في مشكله التنميه في مصر، اول سطر منها ايه؟ الاعتراف بان احنا عندنا مشكله. احنا لم نعترف باننا في مشكله. اي هاتيلي رئيس وزاره جه يقول لك احنا عندنا مشكله، كله احنا تمام وزي الفل. واذا كان سد النهضه بيعملوه ساعات في صالحنا. لما يطلع رئيس وزراء مصر بعد ثورتين في 30 شهر ندخل 2 رؤساء السجن و2 رؤساء ديوان السجن و4 رؤساء وزراء السجن، يقول لك ده صد النهضه اللي بتعمل في صالحهم وفي صالحنا احنا اولا. ايه الكلام الفارغ ده؟ الراجل ده ازاي ما اتحاسبش على البق ده بس؟ الكلمه دي لو قالها قدام قاضي لازم يتحبس، لازم يتحبس. الا لو كنت انت شايف صالحنا ان احنا هنا نعطش ونموت من العطش. الماء شريان الحياه. الناس بتتخانق، الحروب القادمه حرب على المياه. لما انت تطلع تقول اصل اللي بيقطع عليا الميه الراجل اللي تحت في الدور اللي تحتها بيقطع عليا الميه، ده في صالحي. ليه ان شاء الله؟ يعلمني الترشيد. اقوم من النوم ما اغسلش وشي؟ يعني ازاي يعني؟ كلام فارغ. هل الحل ممكن يكون في وقت من الاوقات يعني زي ما بنسمع كده التقشف وربط الحزام؟ لا، ده كلام فارغ. لما اي حد يقول التقشف نقول له التقشف لمين؟ للشعب. ده هو الشعب ماشي مقشف اساسا. الناس قشفت من كتر التقشف. وقشفت ده مش شتيمه لا سمح الله، لا ده وصف. زي ما اقول ده حلو ده وحش، ده ذكي ده غبي، ده جاهل ده جميل، كده ده وصف. اقشف الحكومه، هو ده الكلام. لما يطلع في موازنه 2009 2010 مبلغ 22 مليار الحكومه صرفته الموظفين، وده باعتراف الحكومه والجهاز المركزي، على الشاي والقهوه والاقلام الرصاص. نعم، اجيب ب 22 مليار جنيه شاي وقهوه؟ ده انا لو شارب النهر، ده لو عملت النهر كله، جبت الفتل حطيتها في الميه وطلعت من اصب كده بالكوز والناس دي بتشرب، ما يجيبش 22 مليار جنيه. الشاي ده راح فين كله؟ بعدين ماشي انا موافق انه اتصرف. الناس دي دماغتها اتعدلت. ده لو دماغه اتعدلت كان حل المشاكل وهو قاعد، انما اصرف 22 مليار ودماغه ما اتعدلتش. ده ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ دكتور صلاح، الفقر في مصر واخد تأشيرة إقامة دائمة ولا مسيره يوم يرحل؟ لا، مسيره يوم يرحل، بس هو قائم معانا الفقر كده. احنا بقالنا حوالي 5 عقود، يعني 50 سنة على الأقل الفقر ملازم لينا أساسا. هقول لحضرتك حاجة، مثل بسيط. يوم الأربع 23 يوليو 52 دخل واحد اسمه محمد أنور السادات بكباشي يعني مقدم، دخل على شارع الشريفين. الإذاعة كان فيها فهم عمر، طلع قال البيان للثورة الأولاني، قال إيه؟ وكان يحكمنا إما حاقد أو جاهل أو فاسد. علشان كده الجيش عمل وقايم للقضاء على الجهل والفقر والمرض، الثلاثة. مش كده سعادتك؟ تمام. الثلاثة دولت قعدوا. الناس لما خرجوا بقى بعد كده يوم 25 يناير 2011 بيطالبوا بالقضاء على ايه؟ الفقر والجهل والمرض. مش كده؟ لما خرجوا في 30/6 الفقر والجهل والمرض. لما خرجوا في 3/7 الفقر والجهل والمرض. لا، ده احنا قاعدين فيه، ده الناس دي قاعده معانا او احنا ساكنين عندهم. مش هم بقى اللي ساكنين عندنا، بقينا احنا اللي ساكنين عندهم. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته. ده مين؟ ده سيدنا علي.